88 الذين دخلوا البرلمان أدوا أداء جيدا، حتى ما اختلفنا ببعض الأمور، لكن أدوا أداء جيدا، كانوا عاملين حراك داخل مجلس الشعب في الدورة اللي أنا كنت موجود فيها. الأمر الثاني أن السلطة واجهتهم مواجهة دموية فحالت دون نجاح الكثيرين منهم. في الانتخابات بتاعة 2010 تم إسقاطهم جميعا لما أسقطونا كلنا مع بعض. دي عوامل ساعدت. طبعا التيار ده طبعا تيار واجه وتيار نضالي واستطاع أن يحقق هذه النتيجة. أنهم جاءوا بانتخابات حرة وديمقراطية، علينا أن نحترمها وعلى المجتمع الغربي أن يحترمها. أنا لما سمعتك امبارح أنا حسيت بنفسي، حسيت بولادي، حسيت بالشهداء اللي ماتوا ودافعوا عن البلد. قتل مصر. صدقني أنا عارف العبء عليك كبير وتقيل والمشاكل كبيرة ده تماما، لكن عشان الغلابة، عشان المصريين، عشان الوطن اللي قلت في خطبتك اتخطف مننا وعايزين مصر ترجع لنا، عاوزين بلدنا اللي خطفوها المجرمين والقتلة اللي تاجروا بينا وباعونا في سوق النخاسة، عاوزين بلدنا اللي الناس بتحبها مش اللي الإعلام بيشوهها ويشوه سمعتها. المجتمع اللي فيه أمثالك وأمثالي من الوصوليين والانتهازيين رايح في داهية. لا، داهية واحدة مش كفاية، ب60 داهية.